ما يثبت. ثبت واخيرا ثبت. مرحبا ورداتي، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب كلكم مرحبا ورداتي، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونون بخير. فيديو اليوم مثل ما قريتوا بالعنوان راح نقضي يوم كامل ب5000 انا وماما. فهسه رايحات للسوق، راح نتونس بهاي ال5000 وانها هياتها، راح نونس نفسنا بهاي ال5000. استمتعوا بمشاهدة الفيديو وخلوا لايك، ويلا خلونا نبلش. طبعا كلش متحمسة لهذا الفيديو، واذا حبيتوا وصل 5000 لايك راح نسوي سلسلة، يعني مثلا نسوي اني واخويا الاخواني واني نقرا دعاء الركوب. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. وصلنا ويلا ننزل. حتى كان بيتزا زانا دايم. أذان المغرب وقاعدين ننتظر الموطة توصل. صارت الدنيا ليل وراجعين للبيت. كلش تونستي ماما؟ كلش تونسنا والحمد لله. نكذب كل يوم ونقول تصبحون على خير، ولكن لا ننام. البعض منا يتابع رسائل من يحب، والبعض منا يفكر بمستقبله، والبعض يضع رأسه وتسيل دموعه على خده حتى تمل منه وسادته. لا أحد ينام سريعا، لكل منا حكاية يرويها لوسادته، وتنتهي بابتسامة أو بدمعة، ويأتي النوم ليخطفنا من كل هذا، ويغلق كل الأبواب دون إيجاد نهايات أو حلول. اوكي، ورجعنا للبيت وبقت 500، فاشتريت بيها اندومي وراح نطبخها هسه. طبعا هذول اثنيناتهم ليا لانه ماما تحب الاندومي. خير؟ ماكو شي ماما. تستقبلون ضيوف ببيتكم؟ جا ضيوف يوم انت. اوكي، وهسه نجي على احلى فقرة واللي كل البنات يحبوها، واللي هي المشتريات. اول شيء اخذته اللي هو هذول القراصات الكيوت، وحده مالتي وحده مال ايوب. من نسوي فيديو ان شاء الله نقضي يوم سويه فنلبس هذولا. هاي القراصه كان بيها ليمونتين وهاي افوكادو 2، فاخذت وحده من هاي وحده من هاي صارت هيك. هلا وشلونكم؟ شو اخباركم؟ هذول القطرات الكيوت للشعر، ليش حلوات اذا تسوين شعرك كعكه وتخليهم فوق، وهذا الشريط ينزل هيك. وهذول اصباغ الاظافر، واحد مالتي وواحد الايه، وهذا كلش عجبني فاخذته. صبغت بيه فيديو السفرة اذا شفتوه، راح اخليكم رابطه بصندوق الوصف. كلش حلو، اذا ما شفتوه من تكملون هذا الفيديو شوفوه. واخذت هاي الصابونه، ريحتها تجنن، ترست الغرفه. وهذول الجوارب، كل ما اطلع لازم اشتري جوارب جديده. هاي الجوارب ما مجربتها، بس هاي النوعيه كلش حلوه مجربتها، فاخذت هاي وهاي النوعيه حتى اجربها. هاي كلش حلوه. وهذا الطوق جبته لأيو حتى تلم بيه عطوبها. افتريت الاسواق كلها سوق تدور على هذا الطوق وما لقيته، فمن لقيته جبت لها اياه. واخيرا اخير شيء اخذته اللي هو هاي القلاده. الشكل مالتها ما واضح حيل، بس هي عباره عن قلادتين، وحده قصيره والثانيه طويله. كلش حلوه تلبسيها ويا الملابس الساده. هذا شكلها.
وبس هاي الاكسسوارات اللي اشتريتها. هسه ننتقل للملابس. اوكي، نسيت اذكر لكم الاسعار. هاي الصابونة على 2000، القراصات ذولا الوحدة على 1000 وهذول هم على 1000، القلادة على 1000، طوق على 500، على 1000 على 1000 على 500. اللي بعده اول شي اخذته اللي هو هذا الكوت الجوزي. اكيد راح تكتبوا لي بالتعليقات خلص الشتاء، فعادي السنة الجاية البسه. الوراها ترى انا بالكاميرا يمكن طالع مو هالقد حلو، بس هو لونه جوزي. وهاي الدقم مالته. اوكي، هاي الحركة جاية فيكة، وهذا الجيب مالته، وهذا شكله من بعيد طبعا كلش مظلوم بالكاميرا، بس ان شاء الله البسه لكم التنسيقات وتشوفونه شقد حلو. ننتقل للقطعة الثانية. هذا الكوت كلش حلو باللبس بنات، يجي من جوا كلوشة. يعني شلون اشوفه لكم. هاي الدقم مالته، وبهاي الحركة اموت عليها اللي هي جيب جوا. وهذا الحزام، وهذا يجي كلاو من ورا نديره لكم. اللي بعده هاي القمصلة قماشتها مطرية كلش حلوة وخفيفة، اخذتها الايو. اوكي، هذا الجيب مالتها وبيها منها هاي العلامة. هذا شكلها من الداخل، لونها كل ساعة يطلع شكل عندكم ادري، بس اسوي الاضاءة. بيها هاي العلامة منها. اللي بعده اخذت هاي السترة ايضا فستقي، بس اللون مالتها شوية افتح، وهاي البطانة مالتها من الداخل. وهاي الدقم اتوقع تلبس من برا ومن جوا، يعني شكلين الها. هاي الحركة بكتفها كلش حلوة، تنطي فخامة. هذا الردام مالتها، ومن جوا يجي بيها منها لاستيك من الجانب، وبيها جيب كلش حلوة وناسكة. وهاي القطعة بنات تجنن باللبس، انا اخذتها على مود هاي الحركة مال الردان، هيجي يطلع منها الاصبع. كلش حلوة، لبستها بفيديو السفرة ايضا كلش حبيته. هو البنات حبوه بالتعليقات، كتبولي. اصعب شي واحد يصبغ بالسيارة. شلوني محترفة ومو سوي يا قلب مجهود. رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون. وهذا الجيب مالته. وايد بنات كتبولي بالتعليقات من تصورين اي شي تذكرين التفاصيل مالته كلها، فاني بطبيعتي من اخذ اي شي او من اشتري شي اهتم بكل التفاصيل مالته، فما اعرف شي يسموها بس كلش احب هاي الطبيعة بيه. وبي منه هذا الشريط، ومن ورا بيه كلاو. نسيت اشوفكم هاي الدقمة الاحتياط اللي حاطيها بالقبوط، كلش حبيتها كيوت.